بصوا، بالنسبة للناس اللي سألتني انت غيرت زيت الفتيس فين، عايزين نغير ونعمل. انا راجل محاضر في الجامعة، كويس. ده تخصصي وانا فاهم انا بعمل ايه. فانا يعني اللي اقدر اعمله لكم، انا ما اقدرش ارشح مراكز ولا انا عندي مراكز وكل الاجهزة اللي عندي من جهاز الاو بي دي دياجنوزس وجهاز فحص الزيت اللي انا جبته من امريكا، وكل الحاجات دي حاجات استعمال شخصي خاصة بيا. انا ما عنديش اي مراكز ولا عندي اي حاجة خالص. انا في واحد قريبي شغال في البيجو، يعني عنده توكيل بيجو. انا مش هينفع اقول على اسمه لان هو ممنوع يشتغل في عربيات غير البيجو. يعني هو الراجل قال لي انا هعملها لك خدمه على مسؤوليتك. هو طبعا اللي عامل الرعب ده هي شركه رينو يعني. فطبعا هو ما بيحبش يشتغل في رينو. قال لي انا يعني بصرف عربيات الفرنساوي ستروين وبيجو، انا الرينو دي يعني تعتبر 90% منها ياباني. فانا اللي اقدر اعمله لكم ان انا اشرح لكم بالخطوات، وانت تروح عند صنايعي كويس برضو يكون فاهم، وانت تبقى معاه وواحده واحده كده زي ما هنشوف. هشرح تاني بالخطوات ايه اللي ممكن يتعمل عشان تغير الايه الزيت بتاع الفتيس. اول حاجه خالص تفك المصفحه، ترفع العربيه تفك المصفحه. ماشي، سهله هي المصفحه تفك باربع مسامير. تمام، حضرتك بتفك المصفحه كده وانت وشك للعربيه بيبقى الفتيس على اليمين وايه والموتور على الشمال. تمام، وانا حتى يعني ايه مفهم الراجل الصنايعي اللي شغال تحت ايدي يعني يعمل ايه بالظبط، وقايل له ان انا الفيديو ده تعليمي. فهو ادي الطبه، ماشي، ادي الطبه وخلي بالك لما تفكها يبقى فيها ورده. ماشي، ادي الطبه وادي الفتيس، ادي الفتيس اهو، الداير اهو، عشان اللي عايز يفك برضو الداير هينزل كميه زيت اكتر. اللي عايز يفك الطبه هينزل 2 كيلو ونص او 3 كيلو الا ربع. اللي هيفك الداير هينضف بقى المغناطيس وهينزل 4 لتر زيت، وهينضف فلتر الصاج اللي جوه، ممكن ينزل الزيت اللي وراه كمان يبقى 4 ونص. وادي من الجنب هنا فوق هنشوف هو هيبقى الايه عند الكارتيره فلتر الحشو، وده اللي مش موجود في كل العربيات، موجود في العربيات السي في تي فقط. تمام. بعد كده تاني حاجه انت هتيجي تعملها ان احنا عايزين نعرف كميه الزيت اللي هتنزل بالظبط. فانا جبت جيركن على المقاس، ماشي، جيركن واضح المقاس بتاعه، وفكينا الطبه عشان نعرف كميه الزيت اللي هتنزل بالظبط، لان انا عايز اعرف كميه الزيت اللي هتنزل عشان ما اتعسفش وانا بعبي زيت من فوق. كويس، ابقى عارف كده مبدئيا انا ايه الزيت كميه الزيت اللي انا محتاجها ان انا ايه اعبيها في العربيه. ففكينا الطبه وعلى المقاس. طيب، وبعد كده ابتدينا من فكينا العجله اللي هي ناحيه السواق، وابتدينا نخش لقينا هو الفلتر الحشو مربوط بحته صاجه بمسمار 10 واحد بس. ماشي، مسمار 10. مسمار 10 ده حضرتك ايه هتحتاج تفكه، اللي هو على اليمين ده زي ما انتم شايفين كده. تمام، واضح اظن اهو في الصوره. خلي بالك الموضوع ده في السنترا والالتيما والجوك والكاشكاي كل واحد، ميجان 4 وكل فتايس السي في تي جي اف 015. طلعنا الفلتر لانه مهبب ب 60 هباب ومليان كله رايش ومسدود وعاق حركه الزيت وبيسخن الزيت وبهدل الدنيا زي ما انتم شايفين كده. ادي الفلتر الجديد اهو، ده فلتر ورقي زي ما قلت لكم، فعمره الافتراضي قصير جدا، فمفيش حاجه اسمها زيت لايف تايم ولا فلاتر لايف تايم. طيب ابتدينا دلوقتي احنا سايبين الطبه تنزل باقي الزيت اللي موجود، يعني احنا سايبينها تفرغ براحتها الزيت. تمام، زي ما قلت لكم انا هنا في الفيديو ده ما فكرتش الكارتيره، بعمل لكم فيديو تاني على فك الكارتيره. سايبين الزيت ينزل براحته خالص خالص خالص، يصفي يعني تقريبا سيبناه حوالي ساعه الا ربع يصفي. تمام، وادي الفلتر الجديد. تمام، وادي الجزء المعدني اللي بيقفل على الفلتر اللي هو ايه كان راكب بمسمار 10. تمام، احنا نظفنا الجزء المعدني ده كويس. ماشي، وخلي بالك اهم حاجه اقولها لك انا بعد كده وانت بتركب اللي هو الاورنج. الاورنج اهو بقى، ده اللي لو ما ركبش كويس هيسرب معاك ايه، هيسرب معاك زيت. تمام، احنا الاورنج القديم اللي كان طالع هنرميه مع الفلتر القديم، وهنركب الاورنج الجديد اللي جاي مع الايه مع الفلتر الجديد. هتشوفوا انتوا دلوقتي بالظبط. تمام. طيب احنا كده دلوقتي ابتدينا نركب الفلتر الجديد. تمام، في مكانه بالظبط كويس. فلتر الحشو لازم ابقى فكك العجله عشان ابقى واخد راحتي. تمام، بعد كده ادي الاورنج اللي هو بيبقى جاي جديد مع فلتر الحشو هنركبه، ده مهم جدا. محدش يقفل لي بسيليكون لو سمحتوا، هتقفل بسيليكون هيحصل كده خلل في التركيب، ممكن يسرب زيت. خليك شغال بالجوانات زي ما قلنا قبل كده. حتى الكارتيره لما هتفكها بلاش السيليكون، في جوان بيجاب ليها
يتحط تقفل بيه الكارتيره افضل من السيليكون. بلاش شغل السيليكون ده لو سمحتوا، خلينا شغالين فابريكا. حطيناه تمام، حطينا الغطا اهو، الموضوع يعني مش صعب. بعد ما ركبنا الاورنج، مهم جدا الاورنج عشان ما تجيش بعد كده تسرب زيت منك وانت ماشي. تمام، هنقفل بايه؟ بالمسمار العشرة بتاعنا. تمام، الراجل شغال بيقفل اهو كويس. نربط المسمار العشرة اهو، مسمار واحد هنربطه كده، يبقى احنا ايه؟ قفلنا على الفلتر، وهيقرب طبعا عليه بعد كده. تمام، كويس كده لحد كده. تمام، نقرط على المسمار تقريط معقول، بيبقى يتناسب مع حجم الايه؟ المسمار بيبقى 10. كويس، حلو قوي كده. لحد كده اظن يعني الموضوع واضح جدا ومفيهوش اي مشاكل خالص. طيب هنيجي بقى للايه؟ ادي احنا هنا قفلنا. تمام، هنيجي بقى، احنا قفلنا الطبه من تحت، هنيجي ايه؟ نفتح العبوه الجميله بتاعتنا اللي هي العبوه الاصليه بتاعت انسان جروب NS3. لازم الزيت يكون NS3 المواصفه بتاعتك، زيت لونه اخضر شفاف. كويس، وهنعبي من مقاس الزيت. يعني العربيه سانكس تو رينو، دي الحاجه الوحيده الكويسه اللي عملتها رينو اللي فيه مقاس زيت، وده موجود برضه في العربيات الياباني يعني. فبنعبي، والزيت حلو قوي ان هو اخضر كده وشفاف وجميل، ويعني عشان انت بعد كده وانت بتاخد على المقاس، احنا طبعا هنعبي نفس الكميه اللي نزلت ماشي، وهناخد برضو على المقاس. وطبعا ميزه بقول لك في الزيت ده لونه، ان هو لما بيصفر بتعرف على المقاس على طول ان الزيت ده ابتدى يعبي رايش. تمام، فاحنا ايه؟ هنعبي نفس الكميه اللي نزلت بالظبط. تمام، بعد كده هنقفل، هنحط المقاس بتاعنا ونقفل العجله الجانبيه وننزل العربيه، يبقى احنا كده خلصنا كده. تمام.